السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ النهاردة ان شاء الله ده هيكون اول فيديو في قناة كريبتونايت. النهاردة ان شاء الله هنحلل البيتكوين ونشوف هو بيفكر في ايه ورايح على فين. يعني هنستخدم اكيد التحليل التقني وتحليل السوق. اول حاجة احنا كسرنا الترند الاسبوعي بتاع البيتكوين طبعا، يعني في الغالب كله عارفه في الغالب، ونزلنا لحد مناطق 86,000. ومن هنا في مناطق 86,000 في دعم قوي اللي هو في المنطقة دي. البيتكوين لحد دلوقتي متمسك بيه. لو كسروا يبقى هنتجه لمناطق 75,000 لحد 78,000. ساعتها هنبتدي نفضل ثابتين تقريبا في المكان ده. ممكن بعد كده نطلع تاني، وممكن نبتدي نزول. ساعتها لو نزلنا هنرجع لمناطق 52,000. بس أنا حاليا اللي شايفه إن احنا أقرب لإن احنا نعمل إيه، لأن هو متمسك حاليا بالدعم ده. وحاليا أنا في ترند رسمه، ترند صاعد اللي هو ده. يعني تلاقي أغلب المحللين مش راسمينه، بس هو لحد دلوقتي محترم المكان ده، عامل اختراق كاذب ورجع له تاني. ففي الغالب البيتكوين هيعمل حاجة من الاتنين. أول حاجة، يا إما هو دلوقتي هيطلع هيعمل اختبار للترند الأسبوعي تاني وينزل، يا إما هيعمل اختبار للترند الأسبوعي وهيبقى في خطر في مناطق الحتة دي، اللي هو مناطق مثلا من بداية 96,000 لحد مناطق 107. هتقولي ليه المناطق دي خطيرة؟ هقولك لأن البيتكوين ممكن ما يعرفش يكسر الدعم ده ويعمل نموذج الرأس والكتفين. ممكن دلوقتي اللي هو مثلا يعمل نموذج الرأس والكتفين كده ويروح نازل تاني، اللي هو ده نموذج الرأس. ادي الكتف الاول وادي الرأس وادي الكتف التاني. فده يعني هيبقى ديد كات باونس، وتقريبا ساعتها ايه العملات هتتبهدل يعني عامة. فان شاء الله ده ما يحصلش. واللي ممكن يحصل برضه ان احنا ممكن نعمل ايه، ان احنا ممكن نختبر المكان ده ونكسره ونثبت فوق الترند شوية هنا ونعمل اختراق تاني. ساعتها ممكن نعدي الاوردر بلوك كده ونطلع فوقيه، ساعتها هنكمل في الترند الصاعد. انا مش عارف، مش هقدر اقول لك طبعا ايه اللي هيحصل. يا اما هننزل نعمل النموذج بتاع راس الكتفين، يا اما هنكسر. ده الاقرب. اي محلل هيقول لك اللي هيحصل في الغالب هو بيتكهن. ان الموضوع دلوقتي حاليا مريب، محدش عارف ايه اللي بيحصل بصراحة. بس الاخبار اللي جاية يعني في الغالب ايجابية، زي مثلا اللي هو خبر تخفيض الفايدة. فالمفروض يعني الأسواق تستجيب يعني. والنزول الغبي اللي حصل ده كان بسبب الإغلاق الحكومي. يعني انت لو خدت بالك الشموع كلها نازلة ازاي، نازلة حمراء ورا بعض. فالمفروض الارتداد هيكون قوي. فإن شاء الله يعني المفروض نكسر المناطق دي ونكمل في الترند الصاعد. أنا برجح موضوع الترند الصاعد بسبب كذا حاجة تاني برضه. يعني هو بعيدا عن الموضوع ده، مثلا لو دخلنا بصينا على التوتال 2 أو التوتال، نخش نبص على التوتال مثلا الأول. احنا حاليا لسه ما كسرناش الترند الصاعد. لحد دلوقتي التوتال محترم الترند الصاعد. ففي الغالب احنا من الحته اللي احنا واقفين عندها اللي شفناها عند البيتكوين. البيتكوين في الغالب اللي هي العملات تقريبا البديله هتبتدي تطلع، والتوتال عامه هيبتدي يطلع لحد هنا مثلا، وهيكمل الترند الصاعد بتاعه. بعد كده ممكن نختبر، بعد كده ممكن نطلع تاني، يا اما نختبر وننزل بقى تحت بقى، على حسب بقى ساعتها الاخبار والدوره نفسها هتبقى عامله ازاي. لو بصينا على التوتال 2، فبرضه احنا لسه محترمين الترند. هو الترند يعني محترمينه كمان. هنا في اوردر بلوك يعني فمحترمه كمان. فالمفروض يعني نصعد من هنا. كمان لو بصينا على توتال 3، احنا برضه محترمين الترند الصاعد. فالعملات البديلة يعني لحد الآن يعني ما عملتش ترند جديد. ما عملناش موسم عملات لحد الآن. يعني ده كله عملنا هنا نموذج رأسين بس، لسه محترمين يعني الموضوع ده. ففي الغالب احنا المفروض هنطلع التاني. اللي يقول لك الدورة خلصت انا مش ببقى فاهم بصراحة هو بيفكر ازاي. يعني ان احنا لحد دلوقتي البيتكوين، يعني لو بيقولوا عمل الالت سيزون حصل وخلص مثلا في 2024 شهر 12، اللي هو اغلب العملات مثلا فين، اللي هو اغلب العملات مثلا طلعت فيه، اللي هو ده شهر 12 2024 في الحدود دي. بيقول لك ده الالت سيزون. مش فاهم انا. طب ما ده برضه كسرت هنا وطلع تاني. احنا لسه في الترند وما حصلتش يعني الطلعات اللي هي الطبيعي بتحصل. فالموضوع لحد دلوقتي مش مفهوم بصراحة. يعني انا ما شفتش طلعة كويسة لحد دلوقتي في سوق العملات كله غير طلعة البيتكوين. ممكن عملات تانية اللي هي
زي مثلا الزكاش وكده، بس دي يعني حالات نادرة يعني. بس فالمفروض يعني ان شاء الله اللي هيحصل ان احنا يا اما هنطلع نختبر اول حتة دي، وبعد كده هنطلع نثبت فوق الترند الاسبوعي تاني، وبعد كده هنكسر الدعم اللي هنا ده ونطلع فوق تاني. يا اما هنطلع هنا بقى، ممكن هنا ساعتها بقى ايه اللي هيحصل، يا اما بقى هنعمل اختبار هنا تاني طبيعي يعني، ممكن نعرف نكسره، ما نعرفش يبقى نبتدي ننزل. ساعتها برضو انت خلي حسابك، انا اقول لك تعمل ايه دلوقتي لو انت مثلا قلقان وراس المال بتاعك يعني محتاجه او حاجه زي كده يعني في الفتره دي. احسن حاجه ان انت بص تفضل ثابت مع البيتكوين، يعني هو لحد الان شايف ده، نحط ده مثلا بالاشاره الصفراء. هنا بقى تخلي بالك دي مثلا، دي تبقى مثلا المنطقه دي وضعيه استعداد مثلا هنا. تمام، مثلا البيتكوين مثلا نفترض اللي هو الاسبوع ده مثلا هيطلع، ولا الاسبوع اللي بعده، تخلي نفسك فاهم انت في مرحله الايه الاستعداد في المنطقه دي، تشوف اللي هيحصل. لو كسرناها بقوه خليك موجود. لو حسيت ان هي مثلا لو ابتدت مثلا اللي هو تتذبذب هنا وما عرفتش تكسرها وابتدت تنزل، ساعتها الاحسن ان انت تطلع شويه من راس مالك مثلا اللي ممكن تستثمرهم بعدين او محتاجهم، يا اما تخرج خالص لحد ما السوق يعمل تصحيحه، وممكن تدخل تاني في مناطق النزول اللي تحت. المهم نفترض ان هو كسرها، يعني ان شاء الله ده اللي هيحصل، كسرها وسيبت فوق الترند الاسبوعي، برضه تفضل مترقب للمنطقه دي وتشوف اللي هيحصل. لو فضل هو مثلا، يعني نستخدم الرسم، لو فضل هو مثلا يتذبذب في الحته دي كده وراح ابتدى ينزل، احنا مثلا هنبص على الترند الاسبوعي بقى ساعتها اللي هو مثلا ده، لو الترند الاسبوعي طبعا هنشوفه مثلا اللي هو ايه، لو ثبت فوقيه، افترض ده مثلا نكمل الترند الاسبوعي ده، لو فضل ثابت فوق الترند الاسبوعي اللي هو مثلا فضل يتذبذب في الحته دي، مثلا فضل يتذبذب في الحته دي كده، يبقى احنا تمام، احنا لسه في السليم وممكن نكسر المناطق دي. اما بقى لو كسر تحتيها فالموضوع كده خطير، فبرضه تفضل هنا مترقب في الحته دي لو هتفضل موجود يعني، مش هتسحب ارباح، تفضل مترقب الحته دي. لو فضل هنا يتذبذب شويه وطلع تاني، ساعتها ماشي عادي ممكن هيكمل طلوع، بس الموضوع ده يعني خطير الحته دي خالص. فانت حاول ايه في الحته دي يعني، لو لقيته كسرها تاني ومش كسر كاذب يعني اغلق تحتيها، حاول تخرج على الاقل شويه من راس مالك، يعني تاخد ربح، تحجز ربح عشان لو عايز تدخل تاني او لو حصل نزول. فده بس اللي كنت عايز اقوله يعني، اللي هو يعني الحته دي المنطقه دي خطيره، فالمفروض يعني الناس تحاول تخلي بالها. بس انا شايف الموضوع لسه في الايجابيه، ان احنا كمان لسه ما نزلناش في الحته دي، اللي هو حتى عشان نعمل راس الكتفين على المظبوط يعني لحد الان، يعني الموضوع لسه ايجابي. وفي الترند اللي بقول لك عليه ده اللي هو رسمه كده محترمه شويه يعني، ان الاسبوع ده كسره خلاص، فلازم يطلع فوقيه تاني عشان نعتبره ايه شغال. وبرضه في الحته دي، ما دي الحته دي مشتركه برضه مع الدعم اللي هنا، فيعني ان شاء الله المنطقه دي قويه. فبس كده كنت عايز اديكوا شويه ايجابيه، بس مش ايجابيه قوي يعني، اديكوا شويه ايجابيه واقعيه، اللي هو برضه عشان تبقى مخلي بالك بدل ما تحصل مره واحده خبطه. لو نزلنا هنا مثلا مش هتعرف ايه، لو نزلنا في مناطق اللي هي السبعينات ولا الستينات، ساعتها مش هتعرف تخرج اصل، لازم غصب عنك هتفضل موجود لحد ما يحصل ارتفاع، اما تخرج على خساره. فانت خليك مترقب في الحته دي. لو انت خايف خالص ومحتاج راس مالك، ساعتها اخرج في المناطق اللي هي بتاعت الصعود اللي هتحصل دي، كده كده العملات البديله ان شاء الله يعني هتطلع زي ما وريتك على التوتال، وفي نفس الوقت هتطلع مع البيتكوين، البيتكوين هيسحب العملات معاه التانية. فانت خليك مترقب يعني في الحته دي و- وبس. ده اللي كنت عايز اقوله، ويعني ان شاء الله كله خير. واللي عايز اقوله في الاخر برضو المقولة الشهيرة دي مش نصيحة استثمارية، انت حر في قراراتك كلها يعني، بس انا حبيت ايه اديك وجهة نظري الشخصية بس. يلا شكرا والسلام عليكم.